كتير من الناس بيبدأوا دايت بحماس جدا بعد هو ثواني كده التغيير هيبقى ممتع وهنكمل. لا، عاملين ايه؟ كتير من الناس بتبدأ الدايت بحماس جدا، بس المفاجأة بعد اسبوع اسبوعين بيزهقوا جدا وبيوقفوا كل ده. ليه بيحصل كده؟ انا هقولكم ببساطة. الدايت ده بيبقى قاسي وممل جدا، نفس الاكل كل يوم ونفس النظام من غير اي تجديد. احنا مخنا طبيعته اصلا بيحب التغيير، فلما نلاقي الاكل كله روتين وكله حرمان فطبيعي الزهق هيجي بسرعة جدا. طيب ايه الحل بقى؟ ببساطة ان احنا ندخل في نظام مرن ما يكونش ممنوع فيه كل حاجة. نغير في شكل الاكل مثلا، زي مرة مثلا سلطة، مرة شوربة، مرة سندوتش، وان احنا نسمح لنفسنا ان احنا يكون لينا حلو بسيط كده كل فترة، بس يكون صحي. واهم حاجة لازم نفتكر ان احنا مش بنعمل دايت اسبوع اسبوعين ونرجع، لا احنا بنغير اسلوب حياتنا كله للاحسن. ده التغيير هيبقى ممتع وهنكمل فيه بجد. ولو حسيتوا ان المعلومة دي فادتكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، ونكمل مع بعض الرحلة دي خطوة بخطوة. استنوني في الحلقة الجاية. باي باي.